ممكن يوصل الباور بتاعه ان هو يلغي لك المشروع نفسه، خلاص هنترمينيت المشروع كله والمشروع مش هيكمل. ده ليه؟ لانه ساند على الباور بتاعه. اهلا بيكم. ومع تالت دايمنشن بنفهم بيه الستيك هولدرز اللي حوالينا، وهنا الدايمنشن دون سهل وبسيط جدا، ويمكن من اول ما هنسمع الكلمه مش هنحتاج نشرح وراها شرح كتير. باور، حجم الباور اللي في ايد الستيك هولدر دون شكله ايه؟ وباور عاده بيكون مرتبط بالبوزيشن بتاعه، الباور بتاعه عالي ولا الباور بتاعه قليل. تخيلوا معايا حد في البورد، حد في مانجنج دايركتور، حد سي ليفل في اورجانيزيشن، وبالتالي الباور بتاعه تقيل جدا، الباور بتاعه كبير جدا. يتقاس ازاي الباور؟ بقدرته على ان هو يفرمل لك المشروع، يوقف لك المشروع. ممكن يوصل الباور بتاعه ان هو يلغي لك المشروع نفسه، خلاص هنترمينيت المشروع كله والمشروع مش هيكمل. ده ليه؟ لانه ساند على الباور بتاعه. فانا محتاج ابص على الستيك هولدرز اللي قدامي، انت حجم الباور بتاعك شكله ايه؟ ليه؟ علشان اقدر الاين الستيك هولدر دوت مع المشروع بتاعي. لازم يكون ساتسفايد مع المشروع ونتائج المشروع ومجريات المشروع وتأثير المشروع على المنطقة اللي هو بيأثر عليها او المنطقة اللي هو ليه باور عليها. لان لو هو دي ساتسفايد ممكن يقلب الترابيزه علينا كلنا، ممكن يخلي المشروع زي ما قلنا يبقى ترمينيتد، المشروع خلاص اقلب، مش هيتوجد تاني، مش هيكمل تاني. الباور بتاعه تقيل يا جماعه، او العكس ممكن يبقى الباور بتاعه نسبيا قليل، وبالتالي اقدر اتعامل معاه على الليفل دون وما يكونش قلقي منه بنفس قلق حد الباور بتاعه عالي. ده تالت دايمنشن. وزي ما شفتوا الموضوع بسيط جدا، شوف وقيس الستيك هولدر دون حجم الباور بتاعه قد ايه.